وعايزه اقول لكم مع الوقت كله بيعدي. هتفضلي كده تقعدي مع نفسك وتقولي ياه، انا اللي ضيعت عمري كله في المشاكل، وان دي قالت وان دي عادت وان دي سوت. هتلاقي الحياه مش مستاهله، وهتلاقي نفسك جسمك ابتليتي بالامراض وبالتعب. هتفضلي تقولي يا ريتني ما كنت ضيعت وقتي في التعب. الناس اللي بيجيلها السكر وبيجيلها الضغط وبيحصل لها جلطات، دي من ايه غير من الزعل، وان دي قالت وان دي عادت، وان بيعاملوا سلفتي احسن مني، وان بيعاملوا حق، وان بيعاملوا بيبدوا اخت جوزي عني. عايزه اقول لكم والله انا عن تجربه شخصيه، عايزه اقول لكم ان الحياه مش مستاهله ان انت تفضلي تفكري، تفضلي تتعبي نفسك وتتعبي صحتك. لان الحاجه الوحيده اللي مش هتقدري تعوضيها هي صحتك. لو صحتك راحت منك خلاص كده على الدنيا السلام. لان احنا عايشين بصحتنا، كلنا عارفين ان مفيش حد بينفع حد، وان الصحه دي اهم شيء في الدنيا. ادخلي بيت العيله على اساس ان انت داخله بيت مفهوش غيرك انت واولادك وزوجك. اتعاملي مع الناس بما يرضي الله. لو حماتك ست كبيره انزلي وساعديها، لو هتعملي لقمه تاكليها نزلي لها منها. بس عايزه اقولك والله ان في حاجه في الدنيا مستاهله ان انت تفضلي تهري وتنكتي في نفسك، وان انت تضيعي صحتك، وان انت تفضلي تفكري في اللي قالت وفي اللي عادت. كبري دماغك، ومع الوقت كله هيعرف انت ايه، وكله هيعرف ان انت انسانه كويسه وطيبه. ما تحاوليش تثبتي لحد ان انت كويسه، ما تحاوليش تثبتي لحد ان انت طيبه، وما تحاوليش تثبتي لحد ان انت على حق. اعتزلي، اختصري، اقعدي في بيتك، ومع الوقت كل واحد هيعرف انت ايه وهم ايه، ومين الصح ومين الغلط. ما تخليش اولادك يطلعوا معقدين نفسيا، شايفين ام ضعيفه طول الوقت بتبكي وطول الوقت بتعيط وطول الوقت بتشكي، ده قالوا وعادوا. خلي عيالك يطلعوا اقوياء علشان يعرفوا يواجهوا الحياه والدنيا. علموهم ان في الحياه مفيش غير الحب والصح والغلط، والصح واضح والغلط واضح. خليهم يعيشوا اسوياء نفسيا، لان انت اللي بتعملي ده بتدمري صحتك وبتدمري اولادك. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وباحسن حال. وحشتوني طبعا من الفيديو اللي فات. دخلت عليكم كده داخله، اول ما دخلت على طول واول ما صحيت من النوم بالمطبخ، لان انا سايبه المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، لان انا عندي مشكله في دراعي وطول الوقت بيتعبني، ورجع تعبني تاني الحمد لله على كل حال. فلما بيتعبني حتى ما بقدرش ارفعه من على المخده، حتى ان انا انام واحطه جنبي بحس ان هو تقيل جدا. طبعا كشفت كتير بس الحمد لله ما فيش حد اجمع ان ليه سبب معين، الحمد لله على كل حال. معلش انا دخلت عليكم برضو الدخله اللي هي تضايق دي، بس صباح الفل عليكم. تعالوا ان شاء الله كده نشوف يومنا هيبدا ازاي وهينتهي على ايه باذن الله. انا دلوقتي لسه صاحيه من النوم حالا. طبعا هكدب عليكم لو قلت لكم هدخل بقى زي كل يوم وهنضف المطبخ وهرتب، لا، لان انا فعلا دراعي مش قادر. بس الله المستعان، انا حبيت كده ابدا معاكم يومي. وبالنسبه لغدا النهارده، انا ان شاء الله هعمل عدس. ده غدا النهارده اللي انا ناوي اعمله. والفطار بقى هعمل كوبايه شاي وبقسماط وفينو، الحاجات البسيطه دي. واللي هقدر اعمله هعمله، واللي ما اقدرش ان انا اعمله مش هعمله. برضو دخلت على الشقه هنا، الى حد ما الامور هقول كده الدنيا عايزه تترتب وتتكنس. هنا عندي هدوم وحافظة القديمة لما كنت غسلاها امبارح، وعندي شوية هدوم برضو كده عايزين يتشالوا. اول حاجة بس هعملها واهم حاجة ان انا انزل افطر الطيور بتاعتي، لان هي ملهاش ذنب ان انا حتى لو تعبانة ان انا اسيبها. فاول حاجة هنزل ان انا افطر الطيور. كنت عايزة اتكلم معاكم في موضوع مهم. واحدة من متابعيني حبيبتي سألتني عليه، علاقتك باخوات جوزك عاملة ازاي؟ اعتبروا ان الفيديو ده بتكلم فيه عن مشكلة او عن موضوع معين اكتر من ان هو فيديو روتيني او تشجيعي.
بص، عايزه اقول لكم ان انا هكدب عليكم لو قلت لكم ان انا علاقتي باخوات جوزي علاقه زي ما بقول كده على حمايه وحماتي، اني ما شاء الله ما فيش اي مشاكل، هبقى كدابه. لان بطبيعه الحال ما فيش اي بيت ما فيهوش مشاكل. ده بيكون في مشاكل بين يعني بين الزوج والزوجه، بين الاولاد الاخوات مع بعض، بين يعني بين الابناء. فطبيعي طبيعه الحال ان لازم هيكون في مشاكل. بص، عايزه اقول لكم على حاجه. المشاكل الحمد لله كانت بتعدي، وكانت مش هقول مشاكل، الحمد لله ولله الحمد ولله الحمد، اللي بحمد ربنا عليه ان احنا بيت محترم جدا جدا جدا. اي نعم كان في مشاكل، وفعلا كنا بنزعل وبنتخاصم، وكانت بتعدي علينا اوقات كتير جدا ممكن نقعد بالسنه والسنتين ما بنكلمش بعض. بس عايزه اقول لكم ان الحمد لله عمر ما واحده فينا علت صوتها على التانية، عمر ما واحده فينا غلطت في التانية، عمر ما واحده فينا يعني اهانت التانية. اولا لان انا اخوات جوزي اكبر مني، يعني انا عندي اخت جوزي الكبيره يعني تقريبا في سن امي، واخت جوزي التانية اكبر مني ب6 سنين، فطبيعي لازم احترمهم حتى لو حصل بينا مشاكل. هتقولوا لي المشاكل عباره عن ايه؟ انتوا عارفين بيوت العيله، ممكن كلمه توصل من هنا، دي قالت ده عليكي، ده حصل، ده سوى، انت يوصلك كلمه ان هي اتقالت عليكي ما حصلتش. فده طبيعه البيوت اللي انا عايزه اقول لكم ان بتحصل في معظم بيوتنا، وخصوصا يعني في مصر وخصوصا في الريف. طيب يا اسماء، كنت بتعدي المشكله دي ازاي؟ انا من طبعي ان انا ما بحبش ان انا اتكلم. يعني مثلا جه حد قال لي ده فلانه بتقول عليكي كذا وكذا وكذا، تمام، انا ما بروحش اقول لها انت ليه قلتي، طب وهاتي اللي قال لك، وهاتي وهاتي وهاتي. انا باخد نفسي خالص وباخد جنب كده وبطلع شقتي. لما مثلا حد بيجي بطلع شقتي. طيب هما بيسالوا ايه ده، طب ما اسماء بتنزل واسماء بتقعد معانا واسماء بتيجي، هي مالها طلعت شقتها ليه؟ فبتسال. لما بتيجي تسال مثلا وتطلع او تبعت لي تقول لي تعالي انزلي، مالك انت مش بتنزلي ليه؟ انت مش بتتكلمي معانا ليه؟ هقول لهم واحد واثنين وثلاثة. تمام. والله لو كان في الامر حصل وفعلا الكلام اتقال، فزي ما انا كده بكل احترام وبكل ادب باخد نفسي وبطلع شقتي فوق، لغايه ما القلوب تصفى والنفوس تهدى والامور ترجع لطبيعتها. ومع الوقت كل حاجه بتتنسي، ومع الوقت الناس بتعدل بعضيها، بنرجع تاني. لكن لو هي ما قالتش، انا بتحقق وما بصدقش اللي جه قال لي ان فلانه قالت عليكي او فلانه عادت عليكي. بس الحمد لله زي ما بقول لكم ان اهم حاجه في علاقتنا ان كانت الاحترام. ده اقصى اقصى حاجه بتحصل لما بنتخانق او بنزعل من بعض، ان انا باخد جنب لغايه ما النفوس تهدى وتتصافى. وبعد كده احسن حاجه بتعمليها التجاهل. هما كمان كده لما بيكونوا زعلانين مني في امر ما بنتكلمش. كان حماية الله يرحمه دايما 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 يقول لي ما تبقيش قاسية كده في زعلك، الحياة مش مستاهلة، خدي ودي، خليكي مرنة في زعلك في التعامل. بس انا للأسف انا ما بعرفش اعمل كده. يعني ناس كتير جدا بزعل منها وبتعتقد ان انا قلب تقيل، وان انا مش فارق معايا زعلهم، وان انا وحشة. انا ابدا على فكرة، والله 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 انا ما بشكرش في نفسي، انا احن واطيب خلق الله. كلمة ترضيني وكلمة تخليني زي بركان النار. يعني بصوا، لو حسيت بس ان انا في زعلي انا ما بعرفش ابدا ان انا اصالح حد، وده على فكره مش حاجه كويسه، ده ممكن يكون عيب وعيب كبير. بس انا للاسف ما بعرفش اروح اقول لحد انا اسفه او صالحني، لا. بس بتعامل بما يرضي الله. يعني اللي هو ولا باجي عندك ولا بغلط فيكي ولا بضرك ولا باذيكي ولا بهينك، اديني قاعده في حالي لغايه ما احس ان انا قادره ان انا اتعامل او اتكلم. ولو انا اللي مظلومه او انا اللي غلطان في حقي، بصوا انا من النوع اللي برضو بهري وانكد في نفسي. يعني انا مش هقول لكم ان انا عادي وباخد نفسي وبطلع فوق وما بيفرقش معايا، لا. بيفرق معايا وبتضايق، وبفضل جوايا اعيد وازيد في اللي حصل واللي اتقال. بس الحمد لله ولله الحمد طبعا. يعني المواقف والايام والسنين علمتنا كتير. بس عايزه اقولك لو انت هتعيشي في بيت عيله، عايزه اقولك خلي حياتك محدش يعرف عنها حاجه. خلي دايما عندك حدود في حياتك، خصوصياتك وبيتك وبيت اهلك وحياتك، مفيش اي مخلوق على وجه الارض ليه ان هو يعرف عنها حاجه. كرامتك ثم كرامتك قبل كل شيء. اخوات جوزك على عينك وعلى راسك، ويدخلوا بيت ابوهم في اي وقت يشرفوا وينوروا، ده بيت ابوهم. بس عايزه اقولك في حدود. ما تخليش اي مخلوق على وجه الارض، بعيدا عن اخوات الزوج، بعيدا عن اي حد في حياتك، ما تخليش حد يتعداها. ما تعمليش الغلط علشان محدش يجي عليكي.
خليكي دايما راسك مرفوعه، خليكي دايما عارفه ان انا جايه بيت جوزي علشان اعيش فيه ملكه لجوزي ولاولادي، مش علشان اتهان. طب ازاي مش اتهان؟ ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. خلي حياتك مقتصرة عليك انت واولادك. زي ما بقولك مفيش حد ليه حق ان هو يعرف عنك وعن بيتك وعن حياتك وعن اولادك اي حاجة. عايزة اقولك 1+1=2. يعني ايه 1+1=2؟ يعني انا ما اجيش مثلا في مشكله واتدخل فيها وادخل مناخيري فيها، والمشكله دي ما تخصنيش من قريب ولا من بعيد، وبعد كده ارجع اقول ده قالوا عادوا. مالكيش دعوه، ما تدخليش نفسك المشكله ما دام مش معاكي وما تخصكيش بذاتك. حتى لو مع اخوهم مالكيش دعوه، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. ما دام الحاجه ما تخصكيش لذاتك مالكيش دعوه. ما تعمليش الغلط علشان ما يجيش عليكي ومحدش يمسك عليكي غلطه. خليكي ما دام انت عايشه في بيت عيله، انا داخله البيت علشان بيتي واولادي بس، ولا ليا دعوه باخت زوجي غير ليها عندي الادب والاحترام والتقدير وتقدير الضيافه. لكن بقى ولا اتصل اقول لها ده انت شفتي سيفتي قالت ولا امك قالت ولا ابوك قال، مالكيش دعوه. ما تدخلهمش في حاجه تخص امهم وابوهم، لان طبيعي عمرهم ولا اخوهم ولا اختهم، لان طبيعي عمرهم ما هيجوا معاكي ضد امهم او ابوهم او اخوهم. خلي كل اللي بيحصل تعامل، خلي حدود، خلي بيتك وحياتك مقفولين على نفسك وعلى اولادك وعلى جوزك. مش من حق يعرف حد عن حياتك الخاصه اي شيء. تعاملي بما يرضي الله وسيب الباقي على ربنا. حتى لو هما مش كويسين، يكفي ان انت ضميرك مرتاح وعارفه ان انت بتعملي اللي يرضي ربنا. وفي الاول وفي الاخر الاحترام اهم شيء. ما تخليش المشكله ما بينكم توصل للإهانة أو الغلط. خدي نفسك كده واختصري واقفلي بابك على شقتك، اقفلي شقتك على نفسك، وهم هيعرفوا ان انت انسانه محترمه وان انت انسانه مؤدبه. بس اللي يغلط فيكي حط حدود من اول مره علشان محدش يتعداها. واتمنى لكم طبعا كلكم راحه البال يا رب العالمين. يا رب اكون رديت وكفيت ووفيت في المشكله اللي حبيبتي قالتها لي. مش هطول عليكم اكتر من كده من الفيديو، معلش اعذروني وسامحوني لاني تعبانه جدا جدا ومش قادره اصور. اترككم في رعايه الله وامنه، بس يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.